هواوي فخر الصناعة الصينية اللي حيرت عمالقة التكنولوجيا في أمريكا وفي العالم كله. شركة بدأت من لا شيء، من مجرد ورشة صغيرة للإلكترونيات إلى واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية في العالم. قدرت إنها تتفوق على أبل وسامسونج في تقنيات الهواتف المحمولة، وبتتحدى كبرى الشركات التايوانية والأمريكية في الشبكات والذكاء الاصطناعي. فايه قصة تاريخ هواوي اللي وصلها للمكانة دي وخلى موبايلاتها من اكتر الموبايلات المحبوبة عند كتير من المستخدمين في العالم؟ وليه امريكا مرعوبة من هواوي خصوصا ومن التكنولوجيا الصينية عموما؟ واللي فرضت عليها عقوبات بحجة الامن القومي؟ هل فعلا هواوي بتتجسس على العالم زي ما بيقولوا، ولا الموضوع وراه سر تاني؟ وازاي قدرت هواوي انها تواجه عقوبات امريكا وحلفائها وتعلمهم درس ما يتنسيش؟ سين سؤال، هل ممكن يرجع بينا الزمن من تاني ونشوف هواوي من جديد بعد ما اختفت؟ اهلا بيك صديقي البروف. قبل ما نبدا الحلقه خليني اقول لك على فرصه متميزه. طول عمرنا بنسمع عن الاستثمار وان ممكن ينقلك في حته تانية، بس الفكره انت محتاج حد يعلمك ويساعدك تعمل استثمار ناجح، وده اللي بتقدمه لك منصه فلاجيدو. فلاجيدو هي منصه الكترونيه بتساعدك تبدا وتطور استثماراتك في مجالات زي الفوركس، وكمان الاسهم في السعوديه والامارات والكويت وقطر، وحتى الاسهم الامريكيه، علشان تساعدك تاخد قرارات استثماريه افضل، وكل ده مجانا. يعني لو محتار في استشاره استثماريه وعايز تختار وسيط تداول موثوق، فلاجيدو بتقدم لك تقييمات ومراجعات شامله لافضل شركات التداول العالميه وكمان المحليه، وهتلاقي كل شركه ليها صفحه فيها معلومات مفصله عن خدماتها وانواع الحسابات، وهل بتوفر حسابات اسلاميه ولا لا. كمان هتاخد بونص على الايداع ممكن يصل ل 100% لما تسجل في المنصه عن طريق الرابط اللي تحت الفيديو ده. استفيد دلوقتي بالعرض يا صديقي وابدا استثمارك مع فلاجيدو. وزي ما في افكار محتاجه مستثمرين علشان تطلع للنور، في كمان شركات وراها حكايات اكبر بكتير من مجرد بيزنس. اكيد تعرف شركه هواوي كويس جدا، واحتمال كبير انك في يوم من الايام كنت بتستخدم موبايل من موبايلاتهم. بس اللي معظم الناس ما تعرفوش يا صديقي انه شركه هواوي مش مجرد شركه موبايلات. شوف، على الرغم من ان هواوي معروفه عالميا بصناعه الهواتف الذكيه، الا انها ما دخلتش سوق الهواتف المحموله اصلا غير مع سنه 2003، وكانت بتصنع موبايلات رخيصه لشركات تانية قبل ما يبقى عندها علامتها التجاريه الخاصه بيها. والى جانب ما هي كانت بتصنع الهواتف المحموله، كانت بتقدم مجموعه ضخمه من الخدمات والمنتجات في مجالات مختلفه، وده اللي بيخليها واحده من اكبر شركات التكنولوجيا في العالم. شركه هواوي داخله في تصنيع السيارات الكهربائيه الذكيه، وتعاونت مع شركات صينيه زي شركه سيريس علشان تصنع سياره ايتو ام 9. يعني تقدر تقول ان شركه هواوي الصينيه بتنافس شركه تسلا الامريكيه المملوكه لايلون ماسك. مش بس كده، لكن شركه هواوي كمان بتطور في انظمه القياده الذاتيه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكمان بتستخدم فيه نظام تشغيل اسمه هارموني او اس اللي طورته شركه هواوي بنفسها، وبتنافس بيه اندرويد بتاع جوجل واي او اس بتاع شركه ابل. وطبعا هواوي مش بتستخدمه بس في عربياتها الكهربائيه الذكيه، لكن بتستخدمه في الموبايلات اللي بتصنعها واللابتوبات زي ميت بوك اللي بينافس لابتوبات شركه ابل وديل، وكمان في اجهزه التابلت زي الميت باد، وكمان ساعات هواوي ذكيه. هواوي برضو داخله في اجهزه المنازل الذكيه او السمارت هوم، من تصنيع الشاشات الذكيه زي الهواوي فيجن اس اللي بتنافس سامسونج وال جي، وكمان الكاميرات الامنيه وانظمه التحكم في الاجهزه المنزليه. عايز اقول لك بقى اللي انا كلمتك عنه ده كله كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. شركه هواوي داخله تقلها جدا في تصنيع معدات وشبكات الاتصالات، وخصوصا ال5G، لدرجه انها بتعتبر من اكبر المزودين لمعدات الاتصالات في العالم باستحواذ اكتر من 30%، لانها بتوفر تقنيات شبكات الاتصالات من اول ال2G وال3G حتى ال4G وال5G، وقريبا الجيل السادس او 6G. كفايه هواوي؟ لا مش كفايه، لانه علشان تكمل الحدوته فاضل اهم حاجه في اي جهاز الكتروني بتصنعه هواوي، وهو رقاقه المعالجات او البروسيسورز المعتمده على تكنولوجيا اشباه الموصلات. هواوي قدرت انها تصنع معالجات تنافس بيها سناب دراجون وابل وسامسونج وكمان انفيديا، سواء في الموبايلات واللابتوب او حتى السيرفرات والذكاء الاصطناعي. تقدر تقول ان هواوي كيان تكنولوجي متكامل. يعني ببساطه كده يا صديقي، لو عايز تعمل مدينه تكنولوجيه بالكامل مش محتاج غير انك تأجر شركه هواوي بس وهم يعملوا لك كل حاجه. تخيل الموضوع كانك جايب بنا ونقاش وسباك ونجار وكهربائي علشان يعمل لك شقتك، وكل دول في شخص واحد بس، هي شركه هواوي. علشان كده بتعتبر هواوي حبيب مامي الصين، الواد الشطور اللي كل البيت بيفتخر بيه ورافع راس الصين وسط الجيران. بس في واحد من الجيران مش عاجبه الواد الشطور هواوي ده، وغيران منه شويتين 3 4. هي مفيش غيرها، الدوله اللي بتدعم الحريه والابتكار وعندها نزاهه في المنافسه طبعا، الولايات المتحده
الامريكيه اللي مصممه تجيب اجل الواد هواوي ده باي طريقه كانت. فليه امريكا اصلا عايزه تنتقم من هواوي؟ وايه الفكره السلبيه اللي بتحاول تصدرها لنا امريكا عن الشركات الصينيه؟ وازاي الواد الشطور هواوي قدر يتفادى العقوبات الامريكيه وكمان هيخلي امريكا تندم بعد اللي عملته معاها؟ قبل ما اخوض معاك يا صديقي البروف في المعمعه الصينيه الامريكيه، خليني الاول ارجع بيك بالزمن لسنه 1987 في مدينه شنجن الصينيه. كان في مهندس شاب بسيط لسه مخلص جيش اسمه رين تشينغ فاي، كان معاه تقريبا $3000 امريكي اللي هم حوالي 21000 يوان صيني. الراجل المحترم ده حب ان هو يبدا حياته وقرر ان هو يعمل له شركه صغيره بالفلوس دي، وقال لك هسمي الشركه دي هواوي. وعلى عكس بقى ما انت فاكر انه كلمه هواوي معناها بقى حاجه خرافيه وحاجه خيال علمي، لكن معناها اللفظي الانجاز الصيني او الصيني الرائع. عامل بالظبط زي ما تسمع اغنيه كوري او انمي ياباني وتتحمس قوي بقى مع الاغنيه والكلام ده كله، بس لغايه لما تشوف الكلمات تلاقيها ايها العصفور الجميل حلق فوق الشواطئ الخلابه، تقوم تمسح الاغنيه. المهم يا صديقي البروف، على عكس برضو الاشاعات اللي بتحاول تروج لها بعض الدول، فهواوي مش شركه حكوميه ولا مملوكه للحكومه الصينيه، لكنها شركه خاصه، والموظفين اللي شغالين فيها بيمتلكوا 99% من اسهم الشركه. هواوي في بدايتها ما كانتش بتصنع موبايلات زي ما قلت لك من شويه، لكنها كانت شركه متخصصه في صناعه معدات الاتصالات، والصراحه انها كانت معدات تافهه عباره عن سويتشات او مفاتيح بيستخدموها في شبكات التليفون الارضي. وقتها الصين كانت متاخره جدا في التكنولوجيا ومعتمده على استيراد المعدات من الخارج، وده كان تحدي كبير جدا بالنسبه لها، لانه لو انت دوله عايزه تقود وتهيمن على التجاره العالميه فلازم تقدر تصنع بنفسك، والاعتماد على الاستيراد لوحده هيخليك مجرد مستهلك. في نفس الوقت ده كان الغرب واوروبا بتسيطر على سوق التكنولوجيا في العالم وسابقه الصين بسنين ضوئيه. إريكسون السويديه كانت رقم 1 في العالم وبتوفر شبكات الاتصال في اوروبا وامريكا. شركه نوكيا الفنلنديه كانت مسيطره على انظمه الهواتف الارضيه وكمان المحموله، وشركات تانية زي الكاتل الفرنسيه وسيمنز الالمانيه. الناس دي كانت قديمه جدا وبقالهم عشرات السنين في المجال. في نفس الوقت الصين بشركاتها كانت ماشيه جنب الحيط وبتصنع اجهزه ومعدات بجوده وخامات سيئه جدا. كفايه وقتها كنت تسمع ميد ان تشاينا او صنع في الصين، تعرف ان المنتج ده اولا رخيص جدا، ثانيا ملوش لازمه وكله عيوب، كانك بتقول بكل عار صنع في الصين. فهل كان حد يتوقع ان الشركه الصينيه تافهه تقدر في يوم من الايام انها تنافس شركات اوروبيه وامريكيه عمرها عشرات السنين وتقلب كل موازين السوق العالميه؟ وصولك للنقطة دي من الفيديو معناها انك مهتم بالمواضيع دي، فبعد اذنك تعمل لايك وسبسكرايب علشان تشوفني مرة تانية يا صديقي. شوف، سنة 1996 كانت سنة تحول مهمة جدا للصين عموما والهواوي خصوصا. الحكومة الصينية اخذت شوية قرارات وعملت تحول استراتيجي مهم. الحكومة الصينية قالت لك ايه؟ احنا لازم ندعم الشركات المحلية في الصين. عايزين فلوس؟ اتفضلوا. دعم وتسهيلات استثماريه؟ اتفضلوا، مش هنأخر عنكم اي حاجه. وفي نفس الوقت الحكومه الصينيه قفلت الباب قدام المنافس الاجنبي وادت الاولويه والافضليه للشركات الصينيه في مشاريع الاتصالات الوطنيه، وكمان شجعت الشركات الصينيه انهم يتعاملوا مع بعض افضل ما يتعاملوا مع الغريب الاجنبي. خصوصا طبعا عندك الصين سوق ضخم جدا فيه اكتر من مليار بني ادم، فمهما كان اللي انت عايز تبيعه في الصين هتلاقي الافراد وكمان الشركات المحليه اللي تشتري منك. القرارات اللي عملتها الحكومه الصينيه عملت طفره في الشركات المحليه. بدل ما كانت الشركات الصينيه بتستورد وبتقلد وبتطلع منتج سيء الجوده، لا دي بدات تتجه اكتر للابتكار والاعتماد على التصنيع المحلي بدلا من الاستيراد، واللي بعدين خلى الشركات الصينيه بقت اكبر الشركات تصديرا في العالم كله. هواوي بطل حلقتنا كان دورها ايه في وسط النقله التكنولوجيه اللي بتحصل في الصين دي؟ هواوي استثمرت بشكل كبير جدا في التكنولوجيا والابتكار، وفي سنه 2017 هواوي استثمرت اكتر من 13.8 مليار دولار في البحث والتطوير بس. وفي نفس السنة هواوي بقى عندها أكتر من 170 ألف موظف، منهم حوالي 76 ألف لوحدهم شغالين في مجال البحث والتطوير. وبدل ما كانت شركة هواوي معتمدة في نشأتها على تصنيع منتجات تافهة زي مفاتيح شبكات التليفون الأرضي، دي بقت بتصنع معدات الاتصالات والشبكات المتقدمة وبتبيعها للشركات الصينية المحلية تحت دعم كبير جدا من الحكومة الصينية زي ما قلت لك من شوية، واللي شجعت الصناعة المحلية وقللت الاعتماد على الاستيراد والمنتجات الغربية، خصوصا لما يكون الموضوع متعلق بحاجة حساسة زي شبكات الاتصالات المحلية جوه الوطن الأم
الصين. التفوق التكنولوجي اللي حققته هواوي ما كانش بس على قد الاستهلاك المحلي، لكن مع مطلع الألفية الجديدة بعد سنة 2000 بدأت هواوي في التوسع خارج الحدود الصينية، والأول مرة في سنة 2005 تجاوزت المبيعات الدولية لشركة هواوي اللي بتصدرها خارج الصين مبيعاتها المحلية اللي بتبيعها جوه الصين. واحدة واحدة استمرت الشركة في النمو لغاية سنة 2012 أصبحت هواوي أكبر مصنع لمعدات الاتصالات في العالم، متفوقة على شركات زي إريكسون. حتى الدول العربية كانت بتتعاقد مع هواوي علشان تركب لها خدمات الاتصالات جوه الأراضي العربية. على سبيل المثال في سنة 2006 دولة عربية زي مصر فيها شركة موبينيل اللي هي حاليا أورنج وقعت عقد مع هواوي لتركيب شبكات اتصالات متقدمة بتعتمد على تقنية السوفت سويتش. وكمان شركة اتصالات مصر المملوكة للإمارات وقعت عقد مع هواوي علشان تبني لها شبكاتها الجديدة بتكلفة 1.2 مليار دولار. وفي سنة 2009 برضو تعاقدت شركة هواوي مع الحكومة الليبية علشان تطوير البنية التحتية للاتصالات في ليبيا. عندك كمان دول أجنبية زي النمسا أو المجر وبلجيكا وإيطاليا وبريطانيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية كلها كانت بتتعاقد مع هواوي في مجال تركيب معدات الاتصالات والشبكات، خصوصا الشبكات المتقدمة زي شبكات الجيل الخامس أو ال 5G. وبكده نجحت شركة هواوي في إنها تتحول من شركة ناشئة صغيرة إلى عملاق تكنولوجي عالمي. كل ده طبعا من خلال الدعم الحكومي والاستثمار في البحث والتطوير والاعتماد على المنتج المحلي. وفوق كل ده هواوي قدمت حتة الحلويات لبقية الشركات الصينية وغيرت الصورة النمطية للمنتجات الصينية على مستوى العالم. وبدل ما الناس كانوا بيقولوا على أي حاجة مكتوب عليها ميد ان تشاينا أو صنع في الصين إنها حاجة رديئة أو أي كلام، لا، دي معظم دول العالم بقت بتجري ورا المنتج الصيني اللي بدأ ان هو يقدم منافسة مع المنتج الغربي من حيث الجودة العالية وفي نفس الوقت التكلفة المنخفضة. طبعا الصين بقى عندها واد شطور اسمه هواوي رافع راسها ومشرفها في كل حتة في العالم، وكأن هواوي بقت قدوة لبقية الشركات الصينية اللي ظهرت بعد هواوي زي شركة شاومي واوبو اللي بدأوا ينافسوا على الساحة بعد سنة 2013. تعال بقى نسيبنا شوية من الصين واخدك ونسافر للجانب الآخر من العالم. في نفس الوقت اللي كانت فيه الصين بتهتم بابنها هواوي واخواته كمان في مجالات تانية زي علي بابا واس ام اي سي وبايت دانس بتاع تيك توك وبايدو شركه محرك البحث الصيني المنافس لجوجل، كانت امريكا عندها الفتى المدلل شركه ابل واخواتها العمالقه زي جوجل ومايكروسوفت وميتا وامازون وكمان انفيديا، اللي امريكا مستعده حرفيا تعمل المستحيل علشان تضمن تفوق الشركات دي في العالم وكمان جوه امريكا. طب ما انت زي الفل اهو يا امريكا، اولادك شطار بسم الله ما شاء الله عليهم وعندك شركات عملاقه في كل مجالات التكنولوجيا، ليه بقى حاطه الصين في دماغك وخصوصا هواوي؟ هم لا سمح الله زعلوكي في حاجه يا امريكا؟ ايوه يا سيدي زعلوها وزعلوها جامد كمان وسددوا في الشباك الامريكيه 3 اهداف والرابع جاي في السكه. الله الله، شكل كده الماتش هيبقى مولع. فتح لي دماغك كده يا صديق البروف علشان هنزل بيك لارض المعركه وهو هيدخل فيك جون بالغلط. شوف، في وجود الشركات دي كلها ومع المنافسه العالميه على التطور التكنولوجي خصوصا بين امريكا والصين، اتوسعت دايره المنافسه من معدات الاتصالات والشبكات زي اللي كانت بتقدمها هواوي لمجالات تانية فيها تحديات اكبر زي صناعه رقائق اشباه الموصلات والمعالجات او البروسيسورز والذكاء الاصطناعي او الاي اي وصناعه السيارات الكهربائيه الذكيه، وخد عندك التطبيقات والبرمجيات وانظمه التشغيل وكمان سوق التجاره الالكترونيه. كل طرف من الاثنين الصين وامريكا عايز يكون عنده اكتفاء ذاتي من المجالات التكنولوجيه المتطوره دي يشبع بيها السوق المحلي عنده وفي نفس الوقت يسيطر بيها على السوق العالمي. الصين من ناحيه بتعتمد على سياسه تخفيض الاسعار علشان تغرق السوق بمنتجات قويه لكن بسعر اقل وتجذب اكبر عدد من المستهلكين والشركات، وتقدر تشوف ده في شاومي هواوي وعلي بابا اللي بيعتمدوا على تقديم هواتف وخدمات سحابيه وكمان معالجات بارخص سعر ممكن مقارنه بامريكا. لكن امريكا بتلعبها بطريقه مختلفه تماما. لما تبص على ابل وجوجل ومايكروسوفت وانفيديا هتلاقيها مش بتبيع ارخص لكنها بتخليك مضطر تشتري منتجاتها، وده بسبب التفوق التقني والاعتماد الكبير عليها في كل حاجه. والتفوق التقني ده سببه الرئيسي امريكا اللي بتستخدم هيمنتها العالميه وعلاقتها مع حلفائها اللي دايما بيقولوا حاضر يا امريكا في تبني سياسه الحصار التكنولوجي ضد الصين. لو مش فاهم تعال اوضح لك سياسه امريكا بشكل مبسط جدا. تخيل كده انك داخل ماتش كوره، معاك فريق قوي جدا وعندك لعيبه محترفين ومعاك كل الاسباب اللي تاهلك للفوز والدنيا معاك بسم الله ما شاء الله زي الفل، ماتش كسبان وكسبان، لكن تفاجئ ان الحكم قرر يمنعك ويمنع فريقك من انك تستخدم حذاء رياضي، بيقول لك كده بالبلدي العب حافي، وبيقيد كمان حركتك جدا وبيقول لك ممنوع تدخل منطقه الجزاء، ناقص يقول لك ممنوع تشوط على الجون. وده للاسف مش الحكم الاساسي اللي بيعمل كده بس، ده طاقم الحكام كلهم موافقين على اللي بيحصل فيك وفي فريقك. ده بالظبط اللي امريكا وحلفائها بتعمله مع الصين ومع شركاتها التكنولوجيه علشان تحافظ على هيمنتها على القطاع التكنولوجي. واي سبب تاني كده بتقوله امريكا
فهو كده زي حجه الامن القومي والتجسس الصيني والكلام ده كله. الاتهامات دي كلها ملهاش مصادر موثوقه. بالمختصر المفيد، امريكا مش بتنافس الصين بعداله، لكنها بتستخدم العقوبات والحظر علشان تضمن تفوقها في التكنولوجيا، وكانها بتقول مش هسيبك تكسب حتى لو كنت الافضل. بلطجه كده. والسؤال هنا، ايه اللي ممكن الصين وهواوي يعملوه علشان يكسبوا الماتش قصاد امريكا؟ كنت لسه قايل لك من شويه ان امريكا مديونه لهواوي ب3 اهداف. تعال بقى نشوف ايه قصه ال3 اهداف دول اللي سجلتهم هواوي في الشباك الامريكيه واللي مزعلين امريكا لغايه دلوقتي. شوف يا صديقي البروف، قبل ما تزدهر هواوي كان عالم الهواتف المحموله منقسم ما بين 2 كبار، سامسونج الكوريه وابل الامريكيه. هواوي وقتها بقى كانت بتذاكر وشغاله في صمت، بتشوف اخطاء الشركات الكبيره سامسونج وابل وبتحاول تتفاداها في موبايلاتها اللي بتصنعها، لغايه سنه 2018 لما هواوي قدرت تتخطى ابل في المبيعات واخدت المركز الثاني ورا سامسونج. وبعد اقل من سنتين بس في سنه 2020 قدرت هواوي تتخطى مبيعات سامسونج هي كمان وتاخد المركز الاول. ونجحت هواوي في شحن حوالي 55.8 مليون جهاز في الفتره دي، مستحوذه على حصه سوقيه حوالي 20% من مبيعات الموبايلات في العالم. وراها كانت سامسونج في المرتبه الثانيه اللي باعت حوالي 54.2 مليون جهاز وحصه سوقيه حوالي 19.5%. طب ازاي هواوي قدرت تعمل كده يا عم البروف؟ شوف يا صديقي، الانجاز التاريخي اللي عملته هواوي ما كانش بالصدفه، لكن هواوي كانت ماشيه على استراتيجيه محكمه جدا، تقدم موبايلات بمواصفات جباره وفي نفس الوقت سعر اقل بكتير. يعني لو ابل عندها ايفون مثلا ب$1000، هواوي هتقدم لك حاجه بنفس القوه واحيانا احسن بنص السعر. ياه، نص السعر؟ عملتها ازاي هواوي بنت اللعيبه دي؟ والله يا صديقي بيقولوا ان هواوي قدرت تخفض الاسعار بالشكل ده علشان 3 اسباب. اولها العماله رخيصه جدا في الصين مقارنه بالعماله الغاليه قوي في امريكا، فالحد الادنى للاجور في الصين بيتراوح ما بين 300 ل $400 شهريا، لكن متوسط الحد الادنى للاجور في امريكا من 2000 ل $3000 شهريا. وغير الاجور العاليه في امريكا فعندك تامين صحي وضرائب على الرواتب ومزايا تانية بتخلي تكلفه التوظيف مرتفعه جدا. ثاني سبب وهو مساعده الحكومه الصينيه ماديا لهواوي، وبرغم ان الشائعه دي غير مؤكده لكنها مش عيب ابدا. اشمعنى الحكومه الامريكيه على سبيل المثال عملتها قبل كده عادي جدا وساعدت شركه ابل بطرق غير مباشره، زي التخفيضات الضريبيه والحمايه القانونيه والحصارات التجاريه او العقوبات اللي بتفرضها امريكا على اي حد بيحاول ينافس ابل زي هواوي. وعندك شركه زي تسلا الامريكيه اللي اخذت مليارات في صوره قروض ومنح ماليه من الحكومه الامريكيه. فالموضوع عادي جدا يعني مع امريكا. ليه بقى مكبرين الحكايه مع الصين؟ ثالث سبب اللي خلى هواوي تبيع باسعار ارخص وهو هامش الربح المنخفض جدا اللي بتقدمه هواوي على منتجاتها. ففي سنه 2020 سنه ازدهار هواوي يعني كان هامش ربح شركه ابل على منتجاتها حوالي 40%. شركه سامسونج كانت معتمده على هامش ربح متوسط حوالي 20%. لكن مش هتصدق، شركه هواوي كانت مكتفيه بهامش ربح حوالي 8% بس. الثلاث عوامل دول اثروا بشكل كبير جدا على تسعير هواوي لموبايلاتها وساعدها انها توصل للمركز الاول بسهوله. بس طبعا التسعير لوحده مش كفايه، انت محتاج منتج قوي من ناحيه الامكانيات وفيه مميزات تخلي المستهلك ينجذب ليك اكتر من المنافس الثاني. علشان كده كانت النقطه الثانيه في استراتيجيه هواوي وهو الاهتمام بالمكونات الداخليه للموبايل زي المعالج والكاميرات. وكانت اول شركه تنزل موبايل بكاميرا بعدسات بيريسكوب بتعمل زوم من بعيد، وكانت موبايلاتها الرائده البي 30 برو والميت 30 برو افضل من ايفون وسامسونج في التصوير. والموبايلين جايين بمعالج قوي من اصدار كيرن اللي بتصممه شركه هواوي. خلي بالك، بتصممه مش بتصنعه. هو في فرق؟ ايوه في فرق يا صديقي، وهوضح لك كل حاجه بس اصبر عليه شويه. المهم كده امريكا خدت اول هدف في مرماها من هواوي. امريكا تسكت؟ لا طبعا، انا لسه قايل لك ان امريكا هنا هي الحكم ولازم ترد شرف ابل. قامت امريكا فرضت على هواوي شويه عقوبات تجيب اجل اي شركه موبايل علشان تقسم ظهرها وترجعها تاني من المركز الاول الى المؤخره في شركات الموبايل. وبالفعل امريكا منعت جوجل من التعامل بخدماتها مع شركه هواوي زي يوتيوب ومتجر جوجل والجيميل وبقيه خدمات وتطبيقات جوجل اللي موجوده على اي موبايل اندرويد. يعني بالمختصر المفيد، اي موبايل هواوي جديد هتشتريه بعد سنه 2020 ولا هيدعم جوجل بلاي ولا هيدعم خدمات جوجل كلها. كمان شركه كوالكوم الامريكيه اتمنعت من تصدير اي تصميم معالج متطور لشركه هواوي، وقالوا لهم يا هواوي معلش احنا متاسفين، احنا اخرنا نصدر لكم معالجات اي كلام وكمان من الجيل الرابع او ال4G، مشوا بيها حالكم احسن من ما فيش. والضربه الامريكيه الموجعه لشركه هواوي كانت لما امريكا اجبرت شركه TSMC التايوانيه
على انها ما تصنعش اي معالج تاني لهواوي من تي اس ام سي دي كمان. وايه اللي دخل تايوان في الموضوع؟ وليه اصلا تايوان تسمع كلام امريكا؟ والله يا صديقي البروف انك بريء وقلبك ابيض. لو سمحت اعتدل في جلستك وسيب المعلقه اللي في ايدك وفتح لي دماغك كده، علشان ال3 دقايق اللي جايين دول هيخلوك عبقري اقتصاد وتكنولوجيا ومش هتسمعهم في اي حته تانية. شوف يا صديقي البروف، المعالجات دي هي العقد المفكر والاساس لاي جهاز الكتروني، موجوده في الموبايل واللابتوب والسيرفرات والذكاء الاصطناعي والسيارات والصواريخ والدبابات والغواصات والطيارات، حتى التكييف والغساله الفول اوتوماتيك اللي عندكم في البيت. بس تصنيع المعالجات صعب ومكلف ومعقد جدا. اي نعم الحجم المتوسط للمعالج قد عقلتين من صباعك، لكن ممكن تقدر دوله عربيه تعمل انجاز انه يبقى عندها اطول برج واكبر طريق، بس ما تعرفش تصنع المعالج الصغير المعقد ده. طيب شركه تي اس ام سي التايوانيه من زمان قوي، من سنه 1987 كانت متخصصه في تصنيع اشباه الموصلات او السيمي كوندكتورز، اللي اهمها طبعا المعالجات، بحيث تبيعها للشركات التانية من دول العالم. والشركات حاليا معتمده بشكل شبه اساسي على شركه تي اس ام سي في تصنيع المعالجات اللي العالم كله محتاجها. شركه تي اس ام سي حاليا بتصنع معالجات متطوره لشركه ابل وكوالكوم وانفيديا، وحتى كمان شركه اي ام دي وتسلا. اقرب منافس لشركه تي اس ام سي هي شركه سامسونج، لكن سامسونج متاخره تقنيا عن تي اس ام سي وجوده الشرائح عندها اقل بشويتين. امال فين شركه انتل الامريكيه يا بروف؟ شركه انتل اي نعم كانت زمان رائده في تصنيع المعالجات، لكنها فقدت ريادتها وبقت متاخره عن تي اس ام سي بحوالي 3 ل 5 سنين في التكنولوجيا. وبتتميز تي اس ام سي بان عندها مصانع عملاقه قادره على انتاج ملايين الشرائح الالكترونيه سنويا باعلى جوده ممكن. يعني لو شركه تي اس ام سي حصل لها اي حاجه في يوم من الايام فالعالم كله ممكن يتشل حرفيا. وتايوان دي جنب الصين، الشارع اللي بعدهم على طول، وكانت جزء اصلا من الصين قبل ما تستقل عنها. علشان كده امريكا بنفسها مستعده تحارب الصين لو الصين فكرت انها تقرب لتايوان. خدت بالك من حاجه؟ شوف انا لسه قايل لك ايه، شركه تي اس ام سي التايوانيه بتصنع المعالجات، ولسه برضو قايل لك من دقيقتين ان هواوي كانت بتصمم معالجاتها مش بتصنعها. طب مين اللي كان بيصنع المعالجات اللي هواوي بتصممها؟ اكيد طبعا زي ما خمنت يا بروف شركه تي اس ام سي التايوانيه. مش فاهم برضو يا بروف، حاسس انه في لبس في الموضوع. شوف الموضوع عامل زي ما تصمم مكتب خشب على الورق، بس طبعا لازم تروح للنجار علشان يعملهولك، هو اللي عنده الخشب والمعدات والمكن اللي يقطع ويحفر. يعني انت صمم براحتك وتي اس ام سي تصنع لك، لان هي اللي عندها ورشه النجاره. وامريكا لما عملت عقوبات على هواوي قالت للنجار تي اس ام سي اوعى تعمل لهواوي اي حاجه في الورشه بتاعتك تاني. وبسبب نقص المعالجات والحصار التكنولوجي هواوي فقدت مكانتها في قائمه اكبر 5 شركات الموبايل في العالم، وحصتها السوقيه في المبيعات هبطت بسرعه جدا من 20% ل 13% لغايه دلوقتي وصلت لاقل من 5%. لغايه هنا حلو جدا وانت كده فهمت القصه كويس قوي. نيجي بقى للسؤال اللي محيرك، ليه شركه تي اس ام سي التايوانيه تسمع كلام امريكا من اساسه؟ لانه يا صديقي امريكا هي اللي بتصنع المعدات والمكن بتاع ورشه النجاره اللي في تي اس ام سي، وكل المعدات والبرامج اللي بتستخدمها تي اس ام سي التايوانيه في تصنيع اشباه الموصلات والمعالجات بتصنعها لها شركات حليفه لامريكا. عندك الات الطباعه الحجريه او الاي يو في ليثوغرافي بتصنعها لها شركه اي اس ام ال الهولنديه، والبرامج اللي بيستخدموها في تصميم الشرائح هي من تطوير شركات امريكيه زي كندنس وسينوبسيس. واي شركه بتستخدم تكنولوجيا امريكيه زي تي اس ام سي التايوانيه لازم تلتزم بالعقوبات اللي بتفرضها الحكومه الامريكيه، والا طبعا هتفقد حقها في استخدام المعدات والبرمجيات دي، والورشه هتقفل تاني يوم. سؤال حلو جدا بيدور في عقلك يا صديقي، اذا كانت امريكا وحلفائها بيعرفوا يصنعوا معدات ومكن ورشه النجاره، ليه امريكا ما تفتح لهاش ورشه وتسيبها من تي اس ام سي التايوانيه؟ اهو بالمره نبقى في امان وبعيد عن الصين. والله انت شاطر جدا يا صديقي البروف، انت محتاج بس حد ياخد بايديك ويفصص لك المعلومه بالراحه. بس معلش سامحني، هسيب لك السؤال ده تبحث وتجتهد فيه وتجاوبه لي بنفسك في الكومنتات. وبكده خلصنا الشوط الاول، ندخل بقى في الشوط الثاني ونشوف الهدف الرائع اللي سجلته هواوي في مرمى الشباك الامريكي. هواوي دلوقتي داخله الشوط الثاني وهي منهكه جدا. اي نعم هواوي عندها شركه خاصه بيها اسمها هاي سيليكون بتصمم لها معالجاتها زي معالج كيرن، بس للاسف زي ما قلت لك انه شركه تي اس ام سي التايوانيه قالت لها بح خلاص مش هنصنع لك معالجات تاني. سؤال حلو سالته هواوي لنفسها، ليه يا عم نجيب مدرب اجنبي للمنتخب من بره لما ممكن نعتمد على مدربين من عندنا؟ اهو نديهم فرصه ونجرب. بالفعل الصين كان عندها
عليها شركه تصنيع معالجات محليه اسمها SMIC. لكن SMIC الصينيه كانت متاخره شويتين ثلاثه عن التكنولوجيا اللي بتستخدمها TSMC التايوانيه. شركه SMIC الصينيه بورشه النجاره او بمعدات تصنيع اشباه الموصلات اللي عندها اخرها تصنع معالج بتكنولوجيا 14 نانومتر، لكن شركه TSMC التايوانيه تقدر تصنع احدث المعالجات بتكنولوجيا 5 نانو و3 نانومتر. ولو اول مره تسمع نانومتر في المعالجات يا صديقي فتعال اشرحها لك في خطوتين. تكنولوجيا معالجات ال3 نانومتر وال7 نانومتر وهكذا معناها حجم الترانزستورات داخل المعالج، فكل ما يقل حجم الترانزستور بالنانومتر كل ما اقدر احط عدد اكبر من الترانزستورات جنب بعض على نفس حجم الرقاقه بتاعه المعالج اللي بتحتوي على مليارات الترانزستورات، وده يديني سرعه وكفاءه اكبر في استهلاك الطاقه. ف3 نانو افضل من 7 نانو، و7 نانو افضل من 14 نانو وهكذا. فهمت كده يا صديقي؟ انا مش هسيبك تطلع من الحلقه دي الا وانت بروف حقيقي. ركز معايا في الكلمتين اللي جايين دول علشان مهمين جدا. هواوي اعتمدت على مدرب المنتخب المحلي اللي هو شركه SMIC الصينيه علشان تصنع لها معالجاتها. قامت هواوي SMIC اختفوا كده شويه مع بعض، واذ فجاه طلعوا لنا بمعالج اسمه كيرن 9000S من تصميم وتصنيع صيني بالكامل، وكمان بتكنولوجيا 7 نانومتر. الله، امريكا طبعا اتجننت. هو مش شركه SMIC الصينيه دي كانت اخرها تصنع معالجات 14 نانومتر؟ عملتها الصين ازاي ووصلوا لمعالجات 7 نانومتر برغم كل العقوبات دي؟ والصراحه يا صديقي هواوي عملت حاجه ما كانش يتوقعها الامريكان بالمره. شوف يا صديقي، تصنيع معالجات 7 نانومتر او اقل محتاج الات من نوع EUV Extreme Ultraviolet Lithography، ودي بتحتكرها شركه ASML الهولنديه واللي طبعا واقفه في صف امريكا. شركه SMIC الصينيه كان عندها الات قديمه شويه بتستخدم تكنولوجيا اسمها DUV Deep Ultraviolet Lithography، واللي اخرها زي ما قلت لك تصنع معالجات 14 نانومتر. قامت شركه SMIC الصينيه عدلت وطورت في التكنولوجيا التصنيع اللي هي DUV وخلتها تقدر تطلع لك معالج بتكنولوجيا 7 نانومتر، وبكده سجلت هواوي ومعاها SMIC الهدف الثاني في مرمى الشباك الامريكيه، وطلعت لنا معالج الكيرن 9000S في سنه 2023 واللي كان جاي في معالج هواوي الميت 60 برو، واللي كمان كان بيدعم شبكات الجيل الخامس او ال5G. اي نعم معالج مش باحدث تكنولوجيا زي ال5 نانو وال3 نانو من تصنيع TSMC، لكن ما نقدرش ننكر ان الفجوه تقلصت كتير جدا، وده معناه حاجات خطيره قوي. اولا هواوي راجعه المره دي اقوى بكتير من قبل العقوبات الامريكيه، وهواوي اثبتت ان الصين تقدر تصنع معالجات متطوره بدون الحاجه خالص للتكنولوجيا الامريكيه ولا حتى تكنولوجيا حلفائها. ولو استمرت امريكا في فرض العقوبات فده ممكن يسبب تسريع تطور التكنولوجيا الصينيه واعتمادها على نفسها بدل من انهم يوقفوها. والمقلق اكتر لامريكا انه الصين في السنوات اللي جايه ممكن جدا تقرب من تصنيع معالجات 5 نانومتر بنفسها بدون ما تحتاج لاي تكنولوجيا اجنبيه. الخطوه القويه اللي عملتها شركه هواوي مع SMIC الصينيه بتصنيع معالج 7 نانومتر فتح ثغره خطيره للتسديد مره ثالثه على مرمى الشباك الامريكيه. عملوا ايه بقى الصينيين ولاد الذين عشان يسجلوا الهدف الثالث؟ ركز معايا يا صديقي البروف. امريكا عايزه تكون الرائده في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، ومش عايزه الفرصه دي تضيع منها زي ما ضاعت منها قبل كده في شبكات الجيل الخامس او ال5G اللي تفوقت فيها هواوي زمان. علشان كده امريكا بتصرف مليارات الدولارات على تطوير الذكاء الاصطناعي اللي بيحتاج نوع معين من المعالجات المتقدمه جدا. جميع الشركات الامريكيه العملاقه زي جوجل وابل وميتا ومايكروسوفت واوبن اي اي اللي عامله شات جي بي تي ما تقدرش تستغنى عن المعالجات الخاصه بالذكاء الاصطناعي. مين بقى اللي يصمم لها المعالجات دي؟ شركه انفيديا الامريكيه بتاعت كروت الشاشه. والصراحه شركه انفيديا مش بتصدر معالجات الذكاء الاصطناعي للشركات الامريكيه وبس، لكن كمان الشركات الصينيه بتعتمد على معالجات انفيديا للذكاء الاصطناعي. واكيد طبعا زي ما جه على بالك ان العقوبات الامريكيه مش هتسمح لانفيديا بانها تصدر للصين احدث معالجاتها، وبتصدر لهم معالجات اقل في القوه الحاسوبيه علشان طبعا امريكا تضمن تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي. فهتلاقي معالج الاي 100 والاتش 100 هي احدث معالجات انفيديا المحرومه منها الصين. المشكله بقى ان الصين بتعتمد بشكل ضخم على المعالجات دي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وده اللي خلى عمالقه التكنولوجيا الصينيين زي بايت دانس وعلي بابا وبايدو في مشكله كبيره. هواوي مش هتقف مكتوفه الايدي لانها الولد الشطور وراس الحربه في الفريق الصيني، ولازم تشوف حل علشان تنقذ اخواتها الشركات الصينيه. قامت هواوي اخذت بعضها ورجعت تاني لشركه SMIC الصينيه وقالت لها ما تيجي نعمل معالج ذكاء اصطناعي صيني ينافس معالجات انفيديا، انا اصمم وانت تصنعي. لغايه السنه اللي فاتت في سنه 2024 طلعت لنا شركه هواوي بمعالج اسند 910 سي الصيني بالكامل واللي يقدر ينافس معالج اتش 100 بتاع انفيديا الامريكيه. لما شركه ديب سيك ريسيرش في الصين جربوا المعالج الجديد من هواوي لقوه بيطلع اداء يوصل ل 60% من اداء المعالج بتاع انفيديا الاتش 100. هتقول لي يا بروف يعني 60% ده حلو ولا وحش؟ اقول لك ده انجاز عظيم
يا عم، هم كانوا لاقيين. انت نسيت ان الشركات الصينيه اصلا محرومه من المعالجات الامريكيه القويه، فلما يكون في بديل محلي وارخص بكتير من المنتج الامريكي وكمان بيطلع نتائج كويسه جدا، يبقى نشتري المنتج ده يا باشا ولا الحاجه للامريكان. خد في اعتبارك كمان ان معالج H100 الامريكي بمعماريه 4 نانومتر، لكن معالج اسن 910 سي من هواوي بمعماريه 7 نانومتر، لكنه اول معالج ذكاء اصطناعي يشتغل عليه الصينيين. ويا عالم هيعملوا ايه في السنين اللي جايه؟ هواوي ما صنعتش الاسن 910 سي علشان الاستعراض خالص، لكنها حصلت على طلبات شراء ضخمه من الشركات الصينيه. تقرير نشرته وول ستريت جورنال قالت فيه ان بايت دانس اللي هي الشركه المالكه لتيك توك وشركه بايدو محرك البحث الصيني زي جوجل بداوا بالفعل في اختبار معالجات الاسن 910 سي، وطلبوا حوالي 70,000 معالج من هواوي بقيمه 2 مليار دولار. طبعا الصينيين ما بقوش كمان يشتروا المعالجات الاضعف اللي كانت بتصدرها لهم انفيديا، لانه بقى في بديل محلي افضل وارخص، وده سبب تراجع كبير جدا في مبيعات انفيديا في السوق الصيني وخسائر بمليارات الدولارات، لدرجه انه انفيديا حاليا بتتحايل على الحكومه الامريكيه انها ترفع بعض العقوبات على الصين علشان تعرف تبيع من تاني وتقلل خسائرها شويه. بس فات الاوان يا انفيديا، لانه خلاص هواوي سجلت الهدف الثالث في نهايه المباراه. وليه بقول نهايه المباراه يا صديقي؟ لانه احتمال كبير جدا ما يكونش في مباريات تانية بتجمع ما بين الصين وامريكا، لانه خلاص في السنين اللي جايه الصين اتعلمت الدرس وهتحاول تعتمد بشكل كبير على نفسها، ومش هتحتاج الغرب في اي حاجه خصوصا في مجال التكنولوجيا، وهيقلبوها بقى ماتشات محليه عندهم في الصين، ولا الحوجه للحكام الامريكان اللي بينزلوهم في الملعب. واخيرا يا صديقي البروف، خلصت معاك اجمل والذ حلقه اقتصاديه تقنيه عملتها في حياتي. بس قبل ما انهي الحلقه في سؤال شاغل بالك، فين الدول العربيه من التقدم التكنولوجي اللي شفناه؟ اي نعم احنا مش فاضيين للامور التافهه دي، بس لو فكرت الدوله العربيه انها تتقدم تكنولوجيا كمصنع وليس كمستهلك، هل تتوقع ان دول الغرب بلاش هيدعموها لكن على الاقل هيسيبوها في حالها؟ ما تنساش تقول لي وجهة نظرك في الموضوع، وما تنساش برضو تستفيد من العرض المقدم من منصة فلاجيدو وتسجل معاهم من الرابط اللي تحت الفيديو ده. اتمنى تكون الحلقة مفيدة وشيقة وفيها كم معلومات منظم ومبسط. ما تنساش تعمل لايك لو عجبتك الحلقة، واشترك طبعا في القناة عشان تشوفني تاني يا بروف. اشوفك الحلقة الجاية. تصبح الخير.